قال لي يا عم صبحي ان ما خلصتش الاستاذ فلان الفلاني واديته ال5 مليون، انا هحبسك زي ما حبست فلان. بيهددني وشا لوش. راجل من الناس التقيله في البلد، الناس اللي هي تقيله مرموقه في البلد، ناس تقيله تقيله من نظام سياده الرئيس حسني مبارك القديم. منهم شويه ارض انا وجماعه شركاء، قلت استصلحهم واطلبهم وازرع على الارض. انا بحب الزراعه. شهر كده والمحل راح مولع. حريقه في المحل. صرفت كل اللي معايا برضو اتوحلت. من هنا بدات المشكله بقى ان انا ابيع المحل. عرضت المحل على حد كويس برضو بيبص عليه ياخده وكلام من ده، ما حصلش نصيب. فجيت الناس اللي هي ليها فلوس وخدها منهم سلف، فقال لك احنا عايزين فلوسنا بقى لها معاك قد كده بد كده، يبقى انا عندك قد كده. ايه الحل؟ نحبسك معاهم شيكات. فالمهم انا بعت المحل، مجبر ابيع المحل، انا لا اتحبس يا تبيع. بعت المحل فبعته بالبخس عشان ما اتحبسش. ومحدش هيسيب محله، انا محلي ده شقيان فيه واسيب براندي الا للظروف القصوى دي. واتفقت معاهم انهم ياخدوا مني بهايم، ياخدوا مني عجول، وياخدوا مني خضار عشان المزرعه والحاجه اللي فيها، والمزرعه ما يفضل ماشيه المشروع بتاعها. فضلنا ماشيين، بقيت اودي الحاجه اللي قال لك لا مش عايزين منك خضار ولا حاجه في الكلام من ده، وبقيت اورد لهم لحمه واطلع على النت ابيع اقول اللحمه ايه وبتاع. يعني اشتغلت في الاخر كومبارس. قطعوني خالص، لما خلوني لما كنت شغال عند انا صاحب المحل، اشتغلت عندهم بقيت لما مورد. طب انا هعمل اخد طوب؟ ربنا يعز من يشاء ويذل من يشاء. اتذلت لي الناس دي شويه وبقيت معاهم ماشي معاهم اديهم بضاعه، لا مش لا وقصه كده. فالدنيا اتلخبطت معايا. فهم عشان يترخصوا الخامات، هم بيحبوا يوفروا الخامات. ان انا بعت المحل ده والمصحف انا غصب عني، لا اتحبس لا ادفع، انا ماليش هدفع، ومحدش هيسلفني النهارده، ما يزعلش مني النهارده 75 مليون. محدش هيسلفك 1000 جنيه. وانا واضع على الشركات، فكان لازم اديهم المحل. والناس عارفه كتير، عارفه ان انا بعت المحل، ان الاكل اتغير، السيستم الاكل، الخامات، الجوده. انا شغلي غير الشغل ده، مش انتاجي ولا شغلي ولا جودتي ولا حاجتي. في بقى ناس كويسه على مبدأها معايا، وفي ناس لا مؤاخذه لفت ولعبت من ورايا. لقيت ناس مختلفه، لقيت حتى بعض الاستاف في ناس زعلت عليا منهم، عارفه الحقيقه قعدت معايا. وفي ناس ميلت للناحيه الثانيه بيقول لك لا ده المحل ما اتباعش، لا ده المحل مش عارفه ايه. يعني المفروض انا راجل عشره بيني وبينك، وفي حب بيني وبينك، وفي ناس باعتني. ربنا سبحانه وتعالى ملوش حاجه وحشه، هو ليه حكمه ربنا في كده، ايه هي الله اعلم. يموت المعلم ولا يتعلم، هو ده دي الحقيقه، ده الواقع اللي هو الناس ربنا ليه حكمه، والحكمه يعلمها هو الله اعلم ايه. ريد لي خير بايد ربنا، ريد لي شر بايد ربنا. هو ربنا اللي بايده كل حاجه، ومش حد بايده حاجه. ما انا مش لما اطلع من عندك من هنا دلوقتي 5 دقايق صح؟ برضه ربنا كله برضه ربنا يعني سبحانه وتعالى. انا بحب الخير للناس، فعشان كده ربنا برضه مش بامر الله مش هيسيبني يعني ان شاء الله. مجبر ابيع المحل، انا لا اتحبس يا تبيع. بعت المحل فبعته بالبخس عشان ما اتحبسش. ومحدش هيسيب محله، انا محلي ده شقيان فيه واسيب براندي الا للظروف القصوى دي. قطعوني خالص لما خلوني كنت شغال عند انا صاحب المحل، اشتغلت عندهم بقيت لما مورد.